السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، سنة 6 ابتدائي وحشني كتير. إن شاء الله النهاردة جاي لك بفيديو الخرايط اللي إن شاء الله هيخليك نجم النجوم في الخريطة وتعرف تحل أي خريطة بصباع رجلك الصغير. بس عايز منك تركيز، أنت ولا ركز معايا. عايزين نخش الامتحان نقفل الامتحان، وطبعا الرسالة دي خاصة بطلابنا طلاب مستر سيد سليمان إن شاء الله مع مستر سيد سليمان الدراسات في أمان. يلا يا أبطال نبدأ عشان ما أطولش عليك. تنساش اعمل اللايك الجميل واشتراك في القناة. يلا بينا. عندي يا مستر خريطة الوطن العربي، ودي اللي بندرسها في سنة 6. عايز اعرف اساسيات الخريطة. يا مستر انا خريطة ما بعرفش احلها، تعالى بقول لك على شوية حاجات تخليك الخريطة دي تافهة تافهة تافهة. طب يلا بينا نبدأ. مبدئيا لازم تعرف ان احنا عندنا في الخريطة بتاعتنا محيطين، محيط اسمه الهندي، محيط اسمه الاطلنطي. طب لازم اعرف مكانه مع خريطه. يلا بينا. بص انا عندي ايدي اليمين اهي، دي ايدي اليمين. هعمل كده، انا باصص للخريطه اهو، ايدي اليمين هنا اهي. ايدي اليمين المحيط اللي عندها ده، المحيط اللي عندها ده كده. تعال نجيب القلم. عندي يا مستر اهو ده كده، كل الميه دي، كل الميه اللي هنا دي كده اسمها المحيط الهندي. يبقى اول محيط اهو، انا وش الخريطه على ايدي اليمين، يبقى الميه اللي هنا دي اسمها المحيط الهندي. طيب تاني محيط فين؟ بص كده، شايف من اول هنا على ايدك الشمال اهو، كل الميه دي اسمها المحيط الاطلنطي. يبقى انا يا مستر اهو عندي محيطين. اول حاجه بدأنا عندي محيطين، المحيط الهندي على ايدي اليمين اهو، والمحيط الاطلنطي على ايدي الشمال من ناحيه الغرب، والهندي من ناحيه الشرق. طب جميل جدا. عايز اعرف ايه تاني يا مستر؟ عايز اعرف البحار اللي في خريطه الوطن العربي. بص كده ركز معايا. عندي بحرين في مصر. اول بحر اهو اللي فوق ده البحر المتوسط. تاني بحر اللي واقف ده البحر الاحمر. طب يا مستر تالت بحر فين؟ بص كده، بص هنا كده، شايف النقطة اللي هنا دي اسمه البحر العرب او البحر العربي. عندي 3 بحار في الوطن العربي، بحر المتوسط، بحر الاحمر، البحر العربي. مكانهم فين؟ عند البحر المتوسط هنا اهو في مصر، وعند البحر الاحمر اهو واقف كده. طب يا مستر البحر المتوسط دوت، بص كده، احنا طبعا متفقين ان جناح افريقي وجناح اسيوي. طب زي الفل. نخش على البحر الثالث بحر العرب هنا كده، ادي ال3 بحار بتوعي ومحيطين، يبقى 3 بحار ومحيطين. عند المضايق لازم ابقى عارف المضايق فين بتاعت الوطن العربي. تعال نمشي واحده واحده مع المضايق كده. تعال ناخد اللون الاحمر. بص عندي هنا في الجناح الافريقي الحته اللي هنا دي كده مضيق اسمه مضيق جبل طارق. يبقى ده اول مضيق اهو يا مستر، هنا اهو عند دولة اسبانيا، ودي دولة المغرب. يبقى مين اللي بيشرف على مضيق جبل طارق؟ اسبانيا والمغرب. قال لي اهو هنا مضيق اسمه مضيق جبل طارق. طب تعالى نشوف كده، شايف البحر، شايف البحر الاحمر ده؟ انزل لاخره هنا كده هتلاقي حته صغنطوطه هنا كده برضك مضيق اسمه مضيق باب المندب. ادي كده تاني مضيق. طب تعالى نخش على الجناح الاسيوي، هنا كده مضيق اسمه مضيق هرمز. مضيق ايه؟ مضيق هرمز. يبقى يا مستر تاني عندي مضيق جبل طارق مكانه هنا على الخريطه، مضيق باب المندب اخر البحر الاحمر هنا اهو، مضيق هرمز موجود هنا اهو. طب زي الفل. عندي يا مستر تالت حاجه هنتكلم فيها الخلجان. الخلجان اللي في الوطن العربي اللي هي جامع خليج. تعالى بس نمسح الكلام ده كده عشان نثبت الدنيا. عندي الخلجان يا مستر، بص اهو، بص يا حبايبي، الخلجان عندي اخر البحر الاحمر. مش في مضيق باب المندب هنا اهو؟ لا، الحته دي ده كده اسمه خليج عدن. اسمه خليج ايه؟ خليج عدن. طب زي الفل. تعالى هنا كده، شايف مش هنا ده كان مضيق هرمز؟ حلو. بص بقى كده، عندي خليجين عندي مضيق هرمز. اللي على ايدي اليمين ده اسمه خليج عمان، اللي على ايدي الشمال ده اسمه الخليج العربي.
يبقى اهو عندي اخر البحر الاحمر خليج عدن، وعندي مضيق هرمز اللي في النص ده على ايدي اليمين خليج عمان، على ايدي الشمال خليج العربي. طب كده انا عرفت. طب تعالى كده نقول تاني بقى اللي احنا عرفناه كده يا مستر اهو. بس نحدد ده كده. الوطن العربي في كام محيط؟ ها؟ 2. اول واحد اسمه المحيط الهندي، هنا اهو اهو يا مستر الهندي. تاني حاجة المحيط الأطلنطي أهو هنا يا مستر، كل ده الأطلنطي. طيب خش معايا على البحار، عندي 3 بحار هتكلم عليهم. 1 البحر المتوسط. 2 اللي واقف ده كده، اللي واقف ده البحر الأحمر. 3 هنا كده بحر العرب. ادي البحار. طب تعالى نتكلم عن الخلجان. تعالى نتكلم عن الخلجان. قال لي والله يا مستر اهو عندي خليج عدن هنا كده، خليج عدن او عدن زي ما تقول، وعندي عند مضيق هرمز هنا على ايدي اليمين خليج عمان، وعلى ايدي الشمال خليج عربي. زي الفل. يبقى كده الخلجان عرفتهم. قال لي بقى عندنا قناة اسمها قناة السويس في مصر هنا اهي. قناة السويس فين؟ في مصر. كده يا مستر احنا عرفنا اساسيات الخريطة، ولكن تعالى دلوقتي بقى اعرفك دول الوطن العربي اللي مكونين من 22 دولة. قسمناهم ل 10 دول افريقية و 12 دولة آسيوية، فسميناهم الجناح الإفريقي اللي هم ال10 دول، والجناح الآسيوي اللي هم 12 دولة، وطبعا الجناح الأفريقي مساحة الدول فيها أكبر من مساحة الجناح الآسيوي. طب تعالى واحدة واحدة نمشي مع بعض ونعرفهم. يلا بينا نعد مع بعض، عد معايا. 1 مصر. 2 السودان. اطلع على ايدك الشمال. 3 ليبيا. 4 تونس الحتة الصغنطوطة دي. 5 الجزائر. 6 المغرب. انزل تحتها 7 موريتانيا. 8 تبقى الصومال. 9 الحتة الصغنطوطة دي جيبوتي. ايه ده يا مستر؟ ما هو دول 9 هم مش 10 يعني ان شاء الله. قلت له لا، تعالى اقول لك، ما في دولة خارج النطاق الفلكي اللي هنا كده داخل المحيط الهندي اسمها دولة جزر القمر. اسمها دولة ايه؟ جزر القمر. يبقى عندي ال10 دول الافريقية اهو، مصر والسودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، وكمان عندي جيبوتي والصومال وجزر القمر. ادي كده 10 دول في الجناح الافريقي. طب تعالى يا مستر نشوف الدول اللي في الجناح الاسيوي. عندي 12 دولة، يلا بينا نشوفهم. اكبر واحدة فيهم دي كده السعودية. 1 السعودية. طب انزل اخدها على شكل دايرة. 2 اليمن. 3 عمان. 4 الامارات. 5 قطر. 6 البحرين. 7 الكويت الحتة دي. 8 العراق الحتة دي كلها. 9 سوريا. 10 فلسطين. 11 الأردن. 12 لبنان. هنا الأردن وهنا لبنان. يبقى أنا عندي يا مستر 12 دولة عربية: السعودية واليمن، السعودية اليمن عمان، إمارات قطر والبحرين، الكويت العراق سوريا الأردن لبنان فلسطين. وعندي 10 في الجناح الآسيوي، في الجناح الأفريقي. طب زي الفل كده خلصنا دول الجناح الأفريقي والآسيوي. عشان هيجي لك على الخريطة يقول لك 1 دولة مصر، يقول لك 1 دولة نقط، فأنت تقول لي دولة مصر. طيب يا مستر عايز أعرف الوطن العربي بيمر فيه كام دايرة عرض؟ يعني بيمر في الوطن العربي بتاعنا كام دايرة عرض؟ 2 دايرة عرض. اللي بتمر في مصر، مش دي مصر عندنا هنا كده، اللي بتمر في مصر دي كده اسمها مدار السرطان. وتحت خالص كده دائرة الاستواء. كده يا شباب
بالاساسيات ديت الحمد لله كده تقدر تحل لي اي خريطه باساسياتها ان شاء الله. وانتظر في المراجعات ان هي هنجيب لكم افضل المراجعات اللي تخليك تخش تلاقي الدراسات في امان. ما تنساش عشان مع مستر سيد سليمان. حبايب قلبي سنه 6 اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.